السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبين حاجة جديدة وحاجة جميلة خالص، كنافة الفنجان او كنافة بابلز، بطريقة سهلة وجميلة خالص. بصوا جمالها، ما شاء الله، الله اكبر. حاجة بصراحة تفتح النفس. مش هطول عليكم، نخش على طول في التفاصيل. بصوا جمالها، بصوا حلاوتها، وطرية جدا ودايبة من جوه خالص، وبطريقة سهلة خالص وبسيطة. كل اللي احنا هنعمله هنشوفه مع بعضينا، يعني بصراحة بجد بجد حاجة حلوة خالص. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة، الله اكبر، قولوا ما شاء الله. صلى على الحبيب المصطفى. ونبدأ بسرعة بسرعة مع بعضينا. كل اللي احنا هنعوزه نص كيلو كنافة. كنافة تكون طازة، بس انا هحطها في التلاجة. بصوا جمالها، بصوا حلاوتها، الله اكبر. حاجة كده، كنافة صح. كل اللي هنعمله نص كيلو كنافة. هيكون لسه جايبينه طازة، بس انا بحطه في التلاجة لمدة مثلا كام ساعة كده، او ابيته واطلعه من الفريزر. وكل اللي انت هتعمليه، بصي هتقطع فيها كده، هتفضل تقطع فيها، مش تعمليها في الكبة عشان ما تنعمش منك، انا مش عايزاها ناعمة خالص. هتفضل تقطع فيها كده حتت حتت صغيرة، بس تشيل اي حاجة قدامك كده، ايه، ملكلكة هتحشيها، هتفصليها منها يعني. اهو كل اللي انت هتعمليه، بس كل حاجة هتقطعي. طبعا الشربات معروف، كل اللي هتعمليه كوبايتين سكر في كسرولة او في حلة، تمام. وتحطي كوباية ونص مية وعلى النار. انا مش بحط عصير ليمون، بس عادي لو حطيت عصرة ليمون ما فيش اي مشكلة، مش هيضر ولا اي حاجة. هتحطيهم على النار لمدة 10 دقايق، يغلوا كويس. ولو انت هتحطي عسل جلوكوز ممكن يبقى ايه، اقل من 10 دقايق، هو مش بياخد معاك. تحطي معلقتين عسل جلوكوز على الشربات دوا، هيبقى معاكي سميك ما شاء الله، بس مش هيبقى سميك قوي، هو يبقى كده وسط كده في السمك بتاعه. اهو كل اللي انت هتعمليه هتقطع ده. طبعا انت عامله شرباتك ومجهزاه وبرد خالص، هتفضل تقطع تقطع تقطع، وفي نفس الوقت انت كده في الحاله دي بتكوني مجهزه حاجه هتعملي بيها الكنافة. هتعمليها جالب يعني، اي حاجة عندك صغيرة، فنجال، معلقة معيارية، بس هتبقى صغيرة. انا افضل تبقى حاجة ايه اكبر شوية، فانا اتصرفت ولقيت حاجة زي كده، هو اللي هنشوفها معانا، هي اللي انا استعملتها. او انتوا كلها تعملي، بص اي حاجة مكلكعة بتحشيها علشان تبقى ايه سهلة معاك. بص جمالها وحلاوتها بيجي ازاي كده اهو. كل اللي هتعمليه، مش هحط عليها سمنة خالص، ومش هحط عليها سكر، لو حط عليها سكر بتحجر. وسمنة مش هحط عليها برضو سمنة، علشان تبقى طرية وهشة معايا لما تطلع من الفرن. يبقى كل اللي انا هعمل اهو، اجيب اي كيس نايلون او ستريتش، واحط فيه سمنة يعني. طبعا مجهزة مكسرات، مكسرات على جدينا كده، موجودة في كل بيت، فول سوداني وجوز هند وزبيب. ولو ولادك ما بيحبوش الزبيب ما فيش اي مشكلة، انت ممكن تحشيها اي حاجة، ممكن تحشيها كمان شوكولاته، نوتيلا، اي حاجة انت عايزاها الموجود عندك في البيت، ما تضايقيش على نفسك. او كل اللي انت هتعمليه، بصي هتحطي كده الكيس ده طبعا، او السريتش ده، علشان يسهلك ان هي تبقى طالعه معاكي بكل سهوله. او كل اللي انت تضغطي تضغطي، وتفضل تملي الحوافي من كل ناحيه لحد ما ايه تتملي معاكي. هتفضل بس هي عمليه ان انت بتضغطي جامد، الضغط الجامد ده هيطلع معاكي الشكل ايه سليم. انا كده ايه بضغط تاني، لسه ما حطيتش الحشو لحد دلوقتي. او هفضل اضغط كده كده اهو، تدوسي. بصي كل ما تدوسي كل ما ايه وتطولي في الدوسان، كل ما تطلع معاكي حلوة وجميلة. اهو انا احط كمان الحشو من جوه كده، واضغط تاني، احط واضغط تاني. طبعا انا بوريكم بس واحدة او اتنين انا عملتهم، بعد كده انا ايه هكمل الصينية كلها، لانه هياخد مني وقت شوية. اهو كل اللي انا هعمله هوحش توا اهو، بشويش وبسهولة خالص، هتطلع معاكي زي الفل، وبالهنا والشفا. طبعا ما تنسوش بقى تدوسوا ايه لايك للفيديو، علشان الفيديو يرفع والكل ايه يشوفوه. صلوا على الحبيب المصطفى، وزيدوا النبي كمان صلى عليه الصلاة والسلام. بصوا هنعمل كمان مرة قدامكم تاني. كل اللي انا هعمل اهو، واضغط، افضل اضغط اضغط، بس دوسي جامد، دوسي جامد علشان تبقى ايه تتشكل معاكي كويس. كل ما تضغطي حلو كل ما تتشكل معاكي كويس. انا لو كنت ضربتها في الكبة كانت هتبقى ناعمة خالص، ما كانش هتتشكل، ايوه معايا، بس كانت هتشجج لما تطلع من الفرن. اهو لما اجي اسقيها كمان بالشربات هتشجج، لكن احنا قطعناها بس. اهو تضغطي كمان اهو،
بصوا كل سهولة خالص في ثواني. ده كمان لو جبتي اولادك معاكي ويشتغلوا معاكي هيبقوا مبسوطين خالص خالص، زي ما تعودنا وقلت لك في اكتر من فيديو. شاركي ولادك معاكي وبتبقى لها فرحة، والحاجة بيبقى لها طعم في البيت بجد بجد بجد. يبقى انت ما عملتيش حاجة على الفاضي، بل بالعكس اسعدتي اولادك. وكل سنة وهم ايه طيبين. اهو هفضل انا بقى ايه هكمل بقية الصينية. اهو ما شاء الله انا كملت كده الصينيه كلها. نيجي للسمنه بقى. طبعا انا ما احطش سمنه خالص، وهي علشان مضغوطه جوي فالمسام بتاعتها ايه صغيره. فالسمنه عشان هتنزل فيها هتبقى ضعيفه عشان تشرب سمنه، فهي لازم تشرب سمنه كويس. فانا هعدي على واحده واحده بشوي زي ما انت شايفاني كده. باخد كميه السمنه وبنزل على واحده واحده، وبعد ما اعدي عليهم واحده واحده هنزل كمان مره بالفرشه واشوف الحته اللي ما شربتش سمنه، وهلحد ما كل السمنة اللي موجودة في الصينية دي كلها هتتشرب خالص بالكنافة. بصوا اهو، انت لازم تعملي الحركة دي علشان تطلع معاكي دايبة وشاربة سمنة كويس معاكي، وتتحمر وتبقى ما شاء الله ذهبي كده زي ما شفتوها في اول الفيديو. وطعمها بجد بجد طعمها جميل جدا جدا. صلى على الحبيب المصطفى. زيدوا النبي كمان صلى عليه الصلاة والسلام. اهو بصوا جميلة 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 بكل بساطة. انا بعيد تاني لان انا هسقي واحدة واحدة اهو كده اهو بالتدريج. في السمنة لسه ما خلصتش. طبعا ده كيلو كنافة، نص كيلو كنافة اخد معايا كوبايتين سمنة. نص كيلو كنافة اخد معايا كوبايتين سمنة. واي حشو عندك في البيت زي ما قلت لك، اي الموجود عندك، فول سوداني، جوز هند، زبيب، مكسرات، اي حاجة انت عندك موجودة في البيت هتحشي بيها. او انا بنزل كمان بصي بدور السمنة تاني على الاماكن اللي ما شربتش سمنة، لانها لازم كلها تشرب سمنة علشان ما تبقاش ناشفة من جوه، ولما تيجي بالشربات تبقى ايه ما تبقاش لها طعم. لكن انت مادام زجيتها سمنه كويس ودخلت الفرن هتتحمر معاكي حلو خالص، وهتطلع ما شاء الله الله اكبر. وحاجه بسيطه وسهله وقطعه كميه حلوه برضو. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنساش الاشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد من عند بنت السلطان. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشوفوا بكل سهوله وكل بساطه خلصنا الكنافه، وكانت احلى واطعم كنافه الفنجال او كنافه بابلز. بصي اهو هندخلها الفرن بعد كده، طبعا حرارة متوسطة مش حرارة عالية، زي ما انت متعودة طيبة اي حلويات عندك. اهو على درجة 180 هتحمر معاكي من فوق ومن تحت، وبعد كده بتطلع وتسقيها بالشربات. الشربات طبعا بتاعك يكون بارد، يكون ايه بارد. وبعد كده تشكليها باي شكل انت عايزاه، تحط عليها بصوا انا لازم تشرب السمنه. بصوا سبتها لما شربت السمنه كلها قبل ما ادخلها الفرن، عبال ما خلصت يعني هي شربت كل السمنه اللي موجوده فيها كده، شربت تمام وكويس. اهو بدي حبه صغيره نحطها كمان. بصوا اهو كده ايه شربت كل السمنة خالص. هندخلها الفرن زي ما قلنا تطلع وهي سخنة، ونروح نسقيها بالشربات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.